أهلا بيكم معانا. النهاردة بنتعمق في مصدر روحاني له مكانة خاصة جدا عند ناس كتير، كتاب دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار للإمام الجزولي. تركيزنا هيكون على الورد الأول اللي هو مخصص ليوم الاثنين من خلال مقتطفات من الكتاب نفسه، وهنستعين برضو مناقشات عن أحوال الصالحين وتجاربهم مع الكتاب ده. هدفنا نستكشف تفاصيل الورد ده ونحاول نفهم معانيه وأهميته في جو كده من السكينة والتقدير. خلينا نبدأ رحلتنا دي سوا. أهلا بيكي وبالمستمعين. فعلا كتاب دلائل الخيرات للإمام أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزولي السملالي الحسني، اللي نسبه الشريف ينتقي لسيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. الكتاب ده يعتبر من أشهر مش أشهرهم فعلا في جمع صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام الجزولي هو أصله من قبيلة جزولة بسوس بالمغرب، ودرس في فاس، وهناك ألف الكتاب العظيم ده. قصة التأليف نفسها دايما بسمعها وفيها إلهام غريب، مش كده؟ الحكاية المشهورة بتاعت لقاء الإمام بالبنت الصغيرة عند البير، القصة دي بالذات ليها رمزية قوية. اللي هو كان عايز يتوضى ومش لاقي إزاي يطلع المية، وهي شافته وسألته إزاي هو الإمام المعروف ويحتار في أمر زي ده، وبعدين بسقطها في البير فالمية فاضت. بالظبط. ولما سألها إزاي وصلت للمرتبة دي، كان ردها هو المفتاح. قالت له بكثرة الصلاة على من كان إذا مشى في البر الأقفر تعلقت الوحوش بأذياله صلى الله عليه وسلم. القصة دي هل هي السبب المباشر إنه قرر يجمع صيغ الصلاة دي؟ هي دي الشرارة غالبا، بتلخص الفكرة كلها، إن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي مفتاح البركات والفتوحات، وشاف ده بعينه في الموقف ده، وده اللي خلاه يجمع الصيغ دي وينظمها. والكتاب فعلا متقسم أحزاب، أوراد بعدد أيام الأسبوع عشان يبقى سهل الواحد يداوم عليه. وحزب يوم الاثنين هو البداية، الحزب الأول. بداية الورد الأول ورد الاثنين، التوجه فيها مباشر لله سبحانه وتعالى، بتبدأ بالبسملة والصلاة على النبي وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعدها على طول صيغة مميزة جدا ومشهورة، اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. ليه بالذات الربط بسيدنا إبراهيم في أول صيغة تقريباً؟ سؤال مهم جدا. الصيغة دي اللي بنسميها الصلاة الإبراهيمية بشكلها ده ليها عمق خاص قوي. الربط بسيدنا إبراهيم عليه السلام وقاله مش مجرد صدفة، ده بيأكد أولاً وحدة الرسالة الإلهية وامتداد النور المحمدي في سياق الأنبياء، خصوصاً إن سيدنا إبراهيم هو أبو الأنبياء وجد النبي عليه الصلاة والسلام. وثانياً، لما بنطلب الصلاة والبركة زي ما أعطيت لسيدنا إبراهيم، فإحنا بنطلب أعلى درجات القرب. فهمت. النبوة. تمام، يعني كأنها بتحدد المنهج للورد كله. وبعد الصيغة دي الورد بيكمل بصيغ تانية متنوعة جدا، بنلاقي تكرار للصلاة والبركة بس مع إضافة طلب الرحمة والتحنن والسلام، كأن الإمام بيفتح أبواب تانية، زي مثلا اللهم وترحم على سيدنا محمد كما ترحمت على سيدنا إبراهيم، واللهم وتحنن، واللهم وسلم، بنفس القياس. التنوع ده وراه حكمة معينة؟ أكيد طبعاً. التنوع ده مقصود جداً ومدروس. الإمام الجزولي هنا مش بس بيعدد صيغ، ده كأنه بيقدم منهج متكامل في الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. كل كلمة ليها معناها. الصلاة طلب للرفعة، البركة للنماء والزيادة، الرحمة طلب للطف، التحنن طلب للعطف والمودة، والسلام طلب للأمان. وبتكرار الأفعال دي وربطها بسيدنا إبراهيم تاني بيعمق الإحساس بعظمة النبي صلى الله عليه وسلم وعظمة ربنا اللي بنطلب منه الحميد المجيد. ده بيخلي الواحد يفهم أكتر سر تعلق الإمام الجزولي نفسه بالكتاب لدرجة إنه كان بيقراه كتير قوي. في روايات بتقول 14 مرة، وفي بتقول 17 مرة في اليوم والليلة. ده رقم كبير جدا. هو فعلا رقم يبان ضخم، بس المداومة بالشكل ده بتشير غالبا لأنوار وفتوحات كانت بتتجدد عليه مع كل مرة. هو صاحب الكتاب وأول واحد لازمه، فأكيد كان ليه معاه أسرار خاصة، ويقال إنه نال بسببه مقام القطبية، وده من أعلى مراتب الولاية عند الصوفية. يعني أصبح قطب زمانه ببركة الصلاة على النبي من خلال الكتاب ده. سبحان الله. والتأثير ده فعلا ما توقفش عنده،
امتد بشكل يعني مذهل. بنسمع كتير عن انتشار الكتاب ده لدرجة إن بعض الباحثين لاحظوا إن مخطوطاته كانت في بعض الأماكن تاني أكتر مخطوطة منتشرة بعد المصحف الشريف. هل ده معناه إنه لبى احتياج روحي معين عند الناس؟ فعلا مكانته عظيمة جدا، والانتشار ده له أسباب كتير، منها طبعا إخلاص المؤلف وبركة عمله، ومنها تعلق الأمة أصلا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وممكن نقول إنه قدم منهج عملي ومنظم للمداومة على الذكر ده بصيغ بليغة. والأهم يمكن البركات والفتوحات اللي الناس شافتها بنفسها لما داومت عليه. قصة الشيخ عبد الغني النابلسي اللي شاف إن رفوف الحرم النبوي في وقته ما فيهاش غير المصحف والدلائل، دي لوحدها شهادة قوية. وفي قصص تانية مؤثرة قوي عن ناس حفظوه عن ظهر قلب، زي الإمام ابن عجيبة صاحب التفسير الصوفي المعروف. حكى في سيرته إنه في بداية طريقه تعلق بالدلائل قوي وداوم عليه يومياً لغاية ما حفظه، وقال كلام جميل: وأشرقت علي أنوار محمدية من باطن حفظي له، كأن الحفظ الظاهري فتح له أبواباً من النور الباطني. ما شاء الله. وقصة تانية برضو قريبة حكاها شيخ معاصر عن سيدة كبيرة في السن ضريرة في الصحراء المغربية. أهلها قالوا إنها بتداوم على الدلائل، فلما دخل عليها لقى نسخة ورقية متعلقة على الحيطة كبركة وهي مش شايفاها. ولما جه وقت الورد بتاعها استقبلت القبلة وبدأت تقرأ الورد من ذاكرتها بصوت خاشع، كأن الكتاب مفتوح قدامها بالظبط. يا الله، ده يوري إن الموضوع أعمق من مجرد قراءة. بالظبط، السر في الصدق والتعلق القلبي والمداومة. نرجع تاني لورد يوم الاثنين. بعد الصيغ الإبراهيمية وتنوعاتها بنلاقي الورد بينتقل لصيغ بتشمل آل البيت والصحابة بشكل أوضح، زي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته، وصيغة تانية جامعة: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته. الشمولية دي في الدعاء، هل هي جزء أساسي من أدب الصلاة على النبي؟ طبعا دي من تمام الأدب والمحبة. إحنا متعلمناش نحب النبي صلى الله عليه وسلم لوحده، لازم نحب آل بيته الأطهار وأصحابه الكرام وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته المباركة. فالإمام الجزولي بيأكد على المعنى ده جدا. الصلاة هنا مش بتقتصر على شخص النبي، لأ، بتمتد للدايرة المباركة اللي حواليه. الورد بيعلمنا شمولية المحبة دي. وبعد ذكر الآل والأصحاب، الورد بيستمر بصيغ تانية غنية جدا في المعاني. في صيغ بتركز على صفات معينة للنبي أو بتطلب له مقامات خاصة، زي مثلا الصيغة دي: اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. الربط بعلم الله ودوام ملكه ده بيدي إحساس بالعظمة اللانهائية للصلاة دي. فعلا الصيغ اللي بتربط الصلاة بأعداد لا حصر لها زي دي، عدد ما في علم الله، عدد كلمات الله، عدد خلقه، بتفتح أفق واسع قوي. هي بتعبر عن عجزنا عن إحصاء فضله أو الوفاء بحقه، فبنوكل الأمر لعلم الله وقدرته. وفي نفس الوقت بتعبر عن طموحنا إن صلاتنا تكون شاملة قدر الإمكان. وطلب الدوام بدوام ملك الله ده يعني أقصى درجات الاستمرارية اللي ممكن نتخيلها. وفي صيغ تبان أبسط بس أكيد ليها عمقها برضو، زي اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد. ذكر صفة الأمي هنا ليها دلالة؟ طبعا ليها دلالة كبيرة. وصف النبي الأمي بيشير لواحدة من أكبر معجزاته ودلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، إن القرآن الكريم بكل بلاغته وعلومه نزل على نبي ما كانش بيقرأ ولا يكتب. فالتذكير بالصفة دي في سياق الصلاة عليه هو تذكير بأصل الرسالة وصدق النبوة، وكمان فيها إشارة لتواضعه صلى الله عليه وسلم رغم مقامه العالي. وبنوصل كمان للصيغ فيها توسل واضح وطلب مباشر لمقامات عليا للنبي، مقامات الخير بتاعها بيرجع للأمة كلها، زي الصيغة المشهورة اللي بنقولها بعد الأذان بس بصياغة الإمام الجزولي هنا: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. دي من جواهر الدعاء فعلا في الورد وفي السنة عموما. طلب الوسيلة اللي هي أعلى منزلة في الجنة، والفضيلة يعني الزيادة في الشرف، والدرجة الرفيعة، والمقام المحمود اللي هو مقام الشفاعة الكبرى يوم القيامة. الدعاء ده قمة الأدب في المحبة، بنطلب له أعلى المقامات،
وفي نفس الوقت هو دعاء لينا برضه، بنطلب شفاعته صلى الله عليه وسلم. والإمام الجازولي أضاف هنا الطلب الصريح: وارزقنا شفاعته يوم القيامة. ورد يوم الاثنين فعلا مليان صيغ، وصعب طبعا نغطيها كلها هنا، بس الواحد يلاحظ التنوع حتى في طريقة التعبير، مرة بصيغة الأمر اللهم صلي، ومرة بصيغة خبرية صلى الله على سيدنا محمد، ومرة بصيغة توسل اللهم بحق. الأساليب المختلفة دي هل ليها تأثير مختلف؟ ممكن نقول إن التنوع في الأساليب ده بيخدم نفس فكرة التنوع في المعاني: تجديد نشاط الذاكر والحفاظ على حضوره القلبي. صيغة الأمر اللهم صلي فيها استحضار مباشر لطلب العبد من ربه. الصيغة الخبرية صلى الله فيها إقرار وتسليم بمقامه وإن ربنا وملائكته بيصلوا عليه، فإحنا كأننا بننضم للموكب ده. صيغة التوسل اللهم بحق فيها إظهار لمكانته كوسيلة مقبولة عند ربنا. فالتنوع ده بيثري التجربة وبيخلي الواحد يتنقل بين مقامات مختلفة من الأدب والطلب. وفي قصص برضو عن أولياء وصالحين غير الإمام الجازولي عرفوا بالمداومة على الدلائل بأعداد يعني تبدو خيالية، زي الشيخ محمد الفاسي اللي بيقولوا إنه كان بيختم 21 مرة في اليوم، أو الشيخ السوداني محمد بن قمر المكذوب اللي كان بيختمه 12 مرة يومياً. الأعداد دي إزاي نفهمها؟ الأعداد دي حتى لو تبان خارقة بتشير لحاجتين مهمين. أولاً، إن الكرامة الحقيقية للصالحين مش دايماً بتكون خوارق عادات، لأ، ممكن تكون في الاستقامة وكثرة العبادة نفسها. ربنا بيدي مدد وبركة في الوقت والجهد واللسان للمخلصين. في حاجة اسمها طي اللسان يبقى خفيف بالذكر. ثانياً، الأعداد دي بتوري قد إيه الكتاب ده كان بيمثل منهج حياة وبرنامج أساسي عند الأولياء دول، بيستمدوا منه القوة الروحية والأنوار والقرب. وحتى على المستوى الرسمي الكتاب لقى تقدير. السلطان العثماني عبد الحميد الثاني المعروف باهتمامه بالدين بيذكر أنه كان بيطبع آلاف النسخ من الدلائل سنوياً على نفقاته الخاصة ويوزعها كهدايا. ده بيعكس مكانة الكتاب اللي بقت جزء من التراث الإسلامي العام. ده حقيقي تماماً. الاهتمام الرسمي ده دليل على القبول الواسع والشعبية الكبيرة للكتاب. هو فعلاً بقى تراث مشترك لكل محب للنبي صلى الله عليه وسلم، مش بس لطريقة صوفية معينة. طيب لو حبينا نلخص جوهر ورد يوم الاثنين من خلال جولتنا دي، ممكن نقول إيه؟ ممكن نقول إن ورد يوم الاثنين ده هو البوابة الرئيسية لعالم دلائل الخيرات. بيأسس العلاقة بين الذاكر وبين النبي عليه الصلاة والسلام على قواعد الأدب والمعرفة والمحبة. بيبدأ بالربط بالرسالة الإبراهيمية، وبعدين بيطلب كل أنواع الخيرات: صلاة، بركة، رحمة، تحنن، سلام للنبي وآله وصحبه، ويتوسل بطلب المقامات العالية له، وبيستخدم صيغ وأساليب متنوعة عشان يحافظ على الحضور ويعمق المعنى. هو ببساطة دعوة مكثفة للدخول في حضرة المحبة النبوية. في ختام كلامنا عن ورد يوم الاثنين من دلائل الخيرات، بنلاقي نفسنا فعلاً قدام كنز من الصيغ والمعاني اللي بتثري علاقتنا الروحية بالنبي عليه الصلاة والسلام وبتربطنا بربنا من خلال محبته. بالظبط. الورد ده كمدخل للكتاب كله بيقدم نموذج مكثف للرحلة الروحية اللي في دلائل الخيرات، وبيساعدنا نفهم ليه الكتاب ده أثر في قلوب وحياة الملايين عبر القرون وحافظ على وجوده القوي ده. هو مش مجرد أدعية مرصوصة، لا، دي دعوة حقيقية لتجديد الصلة والمحبة مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ويمكن الفكرة الأهم اللي ممكن نسيبها للتأمل هي إزاي عمل يبدو في ظاهره تكرار لأقوال معينة زي المداومة على الصلاة على النبي بالصيغ دي وغيرها ممكن يعمل تحول حقيقي في حياة الإنسان ويفتح له أبواب فهم وقرب وبركة وحتى كرامات زي ما سمعنا في قصص الصالحين. سؤال ممكن كل واحد فينا يفكر فيه: